السلام عليكم. موجز لأهم الأخبار. انتشر هاشتاج بيهمش على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لحملة فلسطينية مقاومة، وليس لأن تجرفونا فيها بمنشورات حب وغرام. حبيبي تركني بالليل بردانة مع أنه رجعت الشتوية. هاشتاج بيهمش لا يكون حبيبك جاكيت الفوكس. كما انتشر فيديو أيضا للطفل أحمد مناصر وهو يتعرض لأقبح أنواع التحقيق بالصراخ وأشعاره بالخوف والوحدة، وكان رده قائلا: مشان الله خلص بكفي، مش متذكر، كل شي بتحكيه صح بس أنا مش متذكر. فكفاكم صمتا يا مسؤولين ويا من تدعون حقوق الطفل، كفاكم صمتا واستنكارا فقط. كما صرح وزير التربية والتعليم الأستاذ صبري صيدم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بإرساله رسالة بشكل شخصي قائلا لي فيها: سيتم متابعة وحل قضية SOS، فوصلني صوتك يا حر. فما الجديد لديكم أستاذ صبري؟ وفي النهاية لا يسعني أن أقول سوى موطني الشباب لن يكل همه أن تستقل أو يبيد. الشباب لن يكل همه أن تستقل أو يبيد، ونستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد. من أحد غرف المنزل، الصحفي الحر محمد زهران. تصبحون على وطن.